هناك استفزازات من المغرب دامت. حدثني عن الجزائر، معروف الاستفزازات. أنا أسأل سؤال: ما هي آخر سفر قام به رئيس جزائري إلى إفريقيا؟ شوف، بالمقارنة ناخذ بالمقارنة في هذه 25 سنة وحتى في 20 سنة الأخيرة، المغرب قام الملك المغربي بأكثر من 50 رحلة في إفريقيا. هاي كيف تراجعت الدبلوماسية الجزائرية؟ أنا أعتبر الدبلوماسية الجزائرية هي النقطة البيضاء في الدبلوماسية العالمية. يقول لك هذا مثال على فشل الدبلوماسية الجزائرية. هذا فشل الدبلوماسية المغربية التي تصرفت تصرفات لا تليق. أنا ليس لدينا طرف مغربي، حدثني عن الجزائر. لا تتكلم باسم الجزائري وأنت ماك جزائري أصلا. أنا ماك باسم الجزائري. قال لك أصلا ماشي جزائري. أصلا ماك جزائري. لم أسمع هذه الكلمة. لا مع رأي الجزائر، ماكش مع رأي الشعب الجزائري. أصلا تتكلم باسم الشعب ويفضل الدبلوماسية المغربية عن الدبلوماسية الجزائرية. كلت بالفشل لأن لما تقطع علاقات مع دولة يعني دبلوماسية تاعك فشل. إذن على هذا قرار الجزائر تحديث جهازها الدبلوماسي بتعيين 7 مبعوثين خاصين لقيادة نشاطها الدولي ضمن محاور تشكل اهتمامات البلاد الحيوية. وهل هو إقرار سيد شتاح بضعف الدبلوماسية الجزائرية على المستوى الدولي أم العكس تماما؟ تعليقك على تحديث هذا الجهاز بهذا الشكل. هو لما نقول تحديث الدبلوماسية الجزائرية هو إعادتها إلى أصلها الحقيقي، لأن الدبلوماسية الجزائرية معروفة. تاريخ الدبلوماسية الجزائرية الذي لا يعرف الدبلوماسية الجزائرية يرجع إلى التاريخ. معروفة بمساندتها للشعوب، لاستقلال الشعوب، لمساندتها للشعوب المضطهدة، مساندتها للشعوب للاستفادة من ثروات الشعوب من حيث استقلال كل هذا معروف عن الدبلوماسية الجزائرية. الدبلوماسية الجزائرية معروفة، الدبلوماسية الجزائرية أنها لم تحيد أبدا عن ما سطرته منذ سنوات وسنوات، لكنها تراجعت على المستوى الدولي. نعم. وهذا حتى بإقرار مسؤولين الجزائريين أنفسهم. نحن مرينا بفترة، والكل يعلم، كلنا نعلم أن هذه الفترة هي فترة فراغ، فترة كما نسميها فترة فساد أخلاقي، فساد سياسي، فساد ثقافي، فساد اقتصادي. مرينا بهذه الفترة، ولكن الدبلوماسية الجزائرية بقيت دائما صامدة. طيب، استرجاع لقوتها الدبلوماسية يقول ضيفي، والهدف بالنسبة للجزائر اليوم كما يقول خبراء ليس للعودة إلى ما كانت عليه الجزائر من قوة إقليمية بالمفهوم التقليدي للهيمنة، ولكن قوة وساطة، قوة مواقف من أجل السلم والسلام. لكن هل هذا الأمر ممكن؟ كيف لها أن تذهب في هذه المساعي ومساعيها الأولية مثلا حتى في رأب الصدع مع المغرب كللت بالفشل؟ كيف ترقب ذلك؟ ضيفك قال أن الدبلوماسية الجزائرية لم تتراجع. فات أكثر من ربع قرن 25 سنة الدبلوماسية الجزائرية اختفت على الساحة الإفريقية، اختفت على ساحة البحر الأبيض المتوسط، واختفت على الساحة العربية. أسأل سؤال: ما هي آخر سفر قام به رئيس جزائري إلى إفريقيا؟ من يتذكر آخر سفر قام به رئيس الدولة الجزائرية إلى إفريقيا؟ ربع قرن اختفت الجزائر من الساحة الدولية. شوف، بالمقارنة في هذه 25 سنة وحتى في 20 سنة الأخيرة، المغرب قام الملك المغربي بأكثر من 50 رحلة في إفريقيا، أكثر من 50 رحلة في إفريقيا. هاي كيف تراجعت الدبلوماسية الجزائرية. ونجيو نقول أن الدبلوماسية الجزائرية، عندنا القضية الليبية أكثر من 10 سنوات، 1000 كيلومتر بين الحدود الجزائرية والليبية. الأزمة الليبية تعالج بدون الجزائر، تعالج في تركيا،
تعالج في الإمارات، في روسيا، في أوروبا، عكس ما حدث في الآونة الأخيرة من استضافة تستضيف اجتماع دول الجوار، تستضيف ركن ولا تستضيف ركن ثاني. الأزمة بين ركنين من أركان ليبيا. أنت استضفت ركن واحد وتحب تحل أزمة في ليبيا. أين هو الركن الثاني المعترف به دوليا؟ ليس معترف. الركن الثاني ليس معترف به دوليا، ولكن هو اللي راهو على الحدود تاعك. وكي حبت المغرب تستضيف ليبيا استضافت الركنين، أوروبا تستضيف الركنين. مانيش نقول تعترف بالركن اللي ما اعترفتش به، ولكن ثمة سلطة الآن معترف بها دوليا في ليبيا، حتى لا نخوض في ملف. ولكن الأزمة أجبني فقط على مسألة كيف للجزائر أن تذهب في هذا السياق، ومع ذلك يقول بعض أن مساعيها اليوم بالنظر لهذه القطيعة بين البلدين، وقرر الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب. هذه المساعي الدبلوماسية منذ سنوات طويلة سواء من هذا الطرف أو ذاك كللت بالفشل. أجبني على هذه النقطة تحديدا قبل أن أحيل الكلمة الجواب في سؤالك. كلت بالفشل لأن لما تقطع علاقات مع دولة يعني دبلوماسية تاعك فاشلة. في الحرب الباردة بين روسيا وأمريكا لم تقطع العلاقات بين البلدين، بل حاولوا يخلوا العلاقات بيناتهم حتى يتفادوا الانزلاقات وسوء التفاهم. وانت تقطع علاقات في وضعية ديجا متوترة في المنطقة وتزيد تتوترها أنت أكثر. طيب، وعلى هذا أسأل، ستجيب وستعقب على كل ما ذهب إليه. هل القطيعة بين المغرب والجزائر في خضم ما وصف بأنه تحديث وما وصفته أنت بأنه استرجاع قوة الجزائر والعودة إلى ما كانت عليه، هل يجب لهذه القطيعة أن تكون على رأس أولويات الدبلوماسية الجزائرية أم لا كما يقول بعض المسؤولين اليوم الذين يستبعدون ذلك؟ هو حكيم نرجع للواقع الحقيقي، يعني اللي عاشته الجزائر في فترة فراغ، يعني مدة سنوات، وكان نظام فاسد. نعيش نظام، قلنا نظام فاسد ومعترفين به، وربع قرن كنا في فساد كبير، وكنا لا نتكلم عن سياسة، لا أنا ولا أنت نتكلم عن سياسة. لأننا كنت نتكلم عن سياسة، ما كناش نتكلم، كنا نناضلوا، كنا ننضل في أي حزب. أنا لا بعيدا عن الشخص، نظلت كناشط سياسي هنا في فرنسا، كنت ضد النظام، خرجت أول ما خرجوا الحرب قبل ما تخرج انت. لا نبحث عن شهادات نضالية هنا. لا هنا في باريس. لا أرفض هذا الأمر. نعرف أنه يقول لا أرفض. ما تعرف والو، واش تعرف تتكلم باسم الجزائري وأنت ماكش جزائري أصلا. أنا أتكلم باسم الجزائريين. سامحني شوف حكي من 99 هذا السبب أنا لا أرغب في شخصنة الأمور دائما، لأن في شخص قال لك أصلا ماشي جزائري. أصلا ماكش جزائري. لم أسمع هذه الكلمة. لم تتابع، راك ماكش تتابع في أصلا ماكش تتابع في ماكش مع رأي الجزائر، ماكش مع رأي الشعب الجزائري. تتكلم باسم الشعب وتتكلم باسم الشعب. عفوا، ليس لك الحق إذا كان تتكلم. عفوا، أنا لم أستمع لهذه الكلمة في خضم هذه الضوضاء وأرفضها رفضا قاطعا ولا أقبل بها. سيد شتاح لم تقل هذه العبارة. لم أقل ليس هذا قصدي. لا ليس هذا قصدي. أنا قصدي أتكلم عن أغلبية الشعب الجزائري. قصدي أتكلم عن أغلبية الشعب الجزائري. ما الذي تقصده؟ أغلبية الشعب الجزائري هو مساند لهذه المؤسسة الدبلوماسية. يتكلم هو يعني كأنها مؤسسة ما عندها حتى معنى، ما عندها حتى، ويفضل الدبلوماسية المغربية عن الدبلوماسية الجزائرية. الدبلوماسية الجزائرية عمرها ما ظلت الشخصية. لا فقط حتى لا نخلط، هو فقط حتى أعود لهذه النقطة لأنها نقطة هامة، وحسنا فعلت بالتوقف عندها. لا يقصد الإساءة إليك بأي شكل أو آخر، وإذا ما ذهب إليك أو ذهب في فكرك أنه قال ربما هذا الكلام، أعتذر منك أنا شخصيا، وضيفي لم يقل وينزه نفسه عن هذا الأمر. أعود إلى صلب الموضوع الآن لو سمحت. هذا السبب لا أرغب في شخصية الأمور. نتكلم عن القطيعة. إذا كان نتكلم عن القطيعة مع المغرب، يقول لك هذا مثال على فشل الدبلوماسية الجزائرية. هذا فشل الدبلوماسية المغربية التي تصرفت تصرفات لا تليق. أنا ليس لدينا طرف مغربي، حدثني عن الجزائر. لا تليق لا تحدثني عن من هذا المنطلق قطعت علاقتها
قطعت علاقتها. ولو كان ننظروا للشعب الجزائري، لو طيب. كان نذكروا الشعب الجزائري كامل، الشعب الجزائري مؤيد الدبلوماسيه الجزائريه، لانها دبلوماسيه خارجه من الشعب، لانها دبلوماسيه تستمع الى الشعب، لانها دبلوماسيه عندها حكمه، عندها احترافيه في طيب، والسؤال الذي أطرحه تعزيز هذه الدبلوماسية الجزائرية في بالتوازي مع ما كنت تتحدث عنه بشأن حركية الدبلوماسية المغربية. هل من شأنه أن يخلق نوعا من التوتر المتجدد ما بين المغرب والجزائر، خاصة أمام ما شاهدناه بعض وصفها بالتجاذبات، البعض الآخر يصفها بالتنافس على أنا يعني ما نقدرش نتصور أنه يكون عودة دولية للجزائر بقطع علاقات مع جارها. كيفاش يكون تكون دبلوماسية ناجحة وأنت تقطع علاقات مع جار؟ الدبلوماسية تقعد متواجدة حتى نتفاداو انزلاقات، نتفاداو نكثروا من التوتر في منطقة متوترة. مالي متوترة، نيجر متوترة، تشاد متوترة، ليبيا كذلك، تونس تعرف بعض المشاكل السياسية وتزيد الطينة بلة. يعني تفوز الدبلوماسية لما حتى يكون عندك توتر مع الجيران وتقدر تتكلم مع الكلام مع من؟ مع الأصدقاء. الأصدقاء هم أصدقاء. الكلام مع الناس اللي ماكش قادر تتفاهم معاهم، ولا الإنسان اللي مش قادر تتفاهم معاه تقطع معاه العلاقات. يعني انت الانسان اللي ما يسمعكش، مش اللي مش قادر تتكلم معاه، اللي ما يسمعكش، لان الجزائر قدمت عده استفسارات، للدبلوماسيه المغربيه ولم يكن ولو جواب. أن ندافع على منطقه راهي متوتره. كانت الجزائر ترغب في دبلوماسيه قويه، هل لها، وهذا هو سؤالي الاصلي، هل لها ان تبدا ربما بدبلوماسيه من اجل رأب الصدع مع المغرب، خاصه وانه ثمة مبعوث خاص بالشؤون عينه رئيسها الجزائري بمسألة الصحراء الغربية وبالشؤون المغاربية. هذا كما قلنا سي حكيم، الدبلوماسية الجزائرية عمرها ما كانت ضعيفة. الدبلوماسية الجزائرية ماهيش رجعت من بير، الدبلوماسية الجزائرية ما زالت عندها تستعيد عافيتها على الأقل، ما زالت عندها التصرف بحكمة والتصرف برزانة والتصرف. وهذا الملف وهذه القطيعة دامت مدة طويلة من الاستفزازات. هناك استفزازات من المغرب دامت. حدثني عن الجزائر، معروفة الاستفزازات. الطرف المغربي سيقول لك أيضا في الجانب المقابل ثمة استفزازات كثيرة من الجزائر في ملف الصحراء الغربية. الصحراء الغربية إذا كانت نتكلم الصحراء الغربية هذه موضوع آخر. الآن هذا الشقاق الدبلوماسية الجزائرية هل يمكن أن تصل إلى أهدافها بهذا الشقاق رغم هذا الشقاق مع المغرب؟ فقط هذا سؤال. نعم حكيم، نعم بالإمكان. نعم الدبلوماسية الجزائرية لابد أن تتصرف هكذا، لابد أن تتصرف هكذا حتى يعرف الأخ أو الخصم اللي هو مقابل، يعرف مكانته، يعرف قيمته. لما تكون أنا نكلمك حكيم أنت ما راكش في دبلوماسية، نفوت لك كل شيء. كيفاش ما يجب أن تكون الدبلوماسية تتكلم عليه لازم يعرف. الدبلوماسية هي حوار، ولما ما تحاورش معايا، لما راك تحاور قطعت العلاقات. لا ما قطعتش. قبل ما نقطع العلاقات نجاح الدبلوماسية هو الحوار. قلت لك شوف الجزائر اختفت دبلوماسيا وستعود اليوم، تقول وستعود. الدبلوماسية ليس بإعادة أشخاص، هي نظرة استراتيجية جلوبال، يعني شاملة بنفوذ وليس بتغيير شخص بالطبع الحال. لما نتكلم بلغة التشاؤم، بلغة النظر دائما إلى الظلام، أنا أعتبر الدبلوماسية الجزائرية هي النقطة البيضاء في الدبلوماسية العالمية، النقطة البيضاء وستظل رغم أي واحد،